ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم زي ما انتم شايفين كده وجبه اقتصاديه سهله وبسيطه، همبرجر اللحم المفرومه. اتمنى ان انتم تجربوه بطريقتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. شايفين بقى الجمال والحلاوه عامله ازاي؟ يلا بينا ندخل على الطريقه والمقادير. تعالي بقى في الفيديو بتاعنا ده هنعمل ايه. هنحتاج بطاطس زي ما انتم شايفين كده. ممكن تحتاج حبايتين بطاطس كبار او حبايه كبيره مع حبايتين متوسطين. هحتاج بصله كبيره مقطعها قطع صغيره. هحتاج ده 350 جرام لحم مفروم. هحتاج 3 أو 4 معالق بقسماط. هحتاج بضايه. هحتاج بقى في البهارات بتاعتي كمون، بابريكا، ملح، 7 بهارات، سماق، زعتر، بصل بودر، توم بودر، كزبرة، فلفل اسمر. تعالوا بقى هنعمل ايه في الفيديو بتاعنا ده. هنركن المكونات دي مع بعض دلوقتي وهنجيب المبشره بتاعتنا كده. هنبشر البطاطس. هكمل بقى البشر وهرجع لكم في الوقت ده. بقى شايفين بقى هجيب الكبه بتاعتي كده. انا خلصت كل بشره البطاطس. هنزل هعصره كويس جدا جدا جدا. مش عايزه ولا ندعه ميه في البطاطس. هنزل في الكبه بتاعتنا كده. وزي ما انتم شايفين كده انا خلصت كل تصفيه البطاطس. هنزل بايه بقى؟ بالبصل بتاعي كده. هجيب الكبه بقى. هعمله بقى بالهاند بلندر بتاعي او اي كبه عندك متوفره. اهو شايفين بقى. انا هشيله بس اقطعه كده في الطبق دوت على ما اجيب اللحمه بتاعتي. هنرجع برضو نحطها تاني في الكبه بس عشان ما اخفش اتقل على الكبه. عادي لو فيها اي حاجه مفيش مشاكل. هننزل باللحمه المفرومه بتاعتنا كده. بس هفرمها، ارجع افرمها تاني اهو. هنزل بقى بها تاني كده. بس لو انت عندك الكبه، بس انا خايفه صراحه على الكبه. ارجع بس كده انضف مكه حواليا كده. ماشي. انا جبت الطبق كده زي ما انتم شايفين. هنزل بايه بقى اهو. شايفين بقى. هنزل بايه بقى؟ بالبقسماط بتاعتي كده بكل البهارات. هنزل بالبيضه. ما شاء الله البيض دوت انا بجيبه من واحده صاحبتي. بس البيض صراحه ما اقولكوش عليه خطير. ربنا يبارك لها يا رب.
المثل دوت حبة بقسماط تاني، معلقة بقسماط تاني. هحطها بس في التلاجة لمدة ربع ساعة تشمع معايا، وهنرجع بقى نشوف هنعملها ازاي مع بعضينا ونلفها ازاي. شايفين بقى العجينة؟ شايفين ملبن. بصوا بعد ما عدى بقى الوقت اللي هو ربع ساعة زي ما انا قلت لكم، شوفوا اتشمعت ازاي. هجيب بقى ايه، ده كيس تلاجة انا فتحته زي ما انتم شايفين كده، هدهنه بقى ايه بالزيت كويس جدا. على حسب الرول اللي انت حباه. هدهن برضو ايدي كده. عايزه الرول بتاعك يبقى كبير صغير كده براحتك. هنزل بقى ايه كده. انا عايزه اسوي بس. مش هتحتاجي نشابه ولا هتحتاجي اي حاجه خالص كده. شايفين؟ اي نوع جبنه عندك، انت ممكن تحشيه بجبنه موتزاريلا، باي نوع جبنه، اي حشو عندك. انا هحشيه دلوقتي ايه كده. عندي لانشون، حابين حابين مش حابين عادي. هروح جايبه الطبقه دي كده زي ما انتم شايفين، الطبقه دي كده عليه. هضربه كده بقى زي ما انتم شايفين. شايفين بقى؟ شايفين الجمال والحلاوه؟ هعمل واحده كمان معاكم. في كل مرحله لازم تدهني الكيس كويس، برضو تدهني ايدك كده. تسويه كده. مش حابه تحط الواحده الكامله، مش هحط البلانشون. اي حشوه متوفره عندك في البيت اعملي بيها. ممكن تحشي بيها بطاطس، ممكن تحشي بيها اي حاجه، اي حشوه تحبوها. نظبطها كده. شايفين بقى؟ انا خلصت زي ما انتم شايفين كده كل الكميه. جبت بقى ايه هحتاج بقى ايه للكفر الخارجي كوبايه حليب، عليهم بضايه، رشه فلفل اسمر، رشه ملح. هحتاج دقيق، فيجيتار او ممكن تستخدمي كورن فليكس، بقسماط. تمام. اقلب بس الحاجات دي مع بعض. البقسماط دي مع فيجيتار. حطيت فلفل اسمر برضو. هو الفيجيتار كده كده متبل، بس انا بحبه متبل زياده.
هنزل الاول ايه في الدقيق كده، بعد الدقيق هنزل في البيض، اخرجها من البيض على البقسماط. حابة تقلي الكفر هتنزلي برضو تاني وتروحي نازلة تاني كده. شايفين اعمل واحدة كمان معاكم كمان. انزل في الدقيق الاول، بعد الدقيق هنزل في البيض، بعد البيض شايفين بقى انا خلصت كل الكميه زي ما انتم شايفين اهو. هحط زيت غزير بقى وهحمرها معاكم ونشوف دي بقى هحطها في الفريزر وقت ما انا هحتاجها. شايفين بقى انا حمرت اللي انا عايزه احمره، وده بقى اللي انا ايه قلت لكم اللي انا هفرزه في الفريزر دوت في وقت ما انا حابه ان انا استعمله. اتمنى ان انتم تجربوه بطريقتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. دمتم في رعايه الله وامنه، واستنوني في فيديو جديد.